السلام عليكم. اليوم حاب أصور واحدة من الشغلات اللي جبتها بالجديد، استخدمها على مود الأصوات تطلع بصوت أفضل، لأن آخر سفرة لماليزيا كانت الأصوات أغلبها التعليقات تكتب لي صوت ناصي صوت ناصي، وفعلا هذا لأن ما عندي مايك. فماليزيا هناك جربت أروح للوكالة مال DJI، يعني أنا صراحة هاي الماركة كلش أحبها، فلقيتها بسعر مناسب من عندهم، يعني أرخص من اللي موجود بالعراق هنا، وجبتها. فهسه نستعرضها سوا. طبعا هي تجي بباكيت أبيض، بس إنه أنا فاتحها قبل أصور هذا الفيديو، فهسه راح نرجع من جديد. طبعا DJI دائما معروفين بالتغليف مالتهم كلش حلو وراقي، يعني مبين الجودة مال المنتج. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحافظة اللي تجي بيها المايكات والجهاز مال الاستقبال، هذه حتى تقلل الصوت، الوشة اللي بالصوت تجي قطعتين، لأن هو أنا ماخذ النسخة اللي مايكين بيها. هذه مال الأواكس 3.5 مال السماعات. يجي بعد وياها كيبل مال الشحن USB Type-C، فموجود قدام هاي الحافظة. طبعا هي تجي شحن Type-C. هسه بابا بسم الله الرحمن الرحيم. تجي هذا المايك الأول، وهذا الجهاز مال الاستقبال رابط بيه أنا Type-C مباشرة، يعني عملية التغيير مالتهن كلش بسيطة وسهلة. هاي القطعة اللي تربط الأجهزة مال Type-C، وهذا الجهاز مال الاستقبال، وهذا المايك الثاني، بالإضافة إلى هاي اللايتنينج اللي تكون لأجهزة الآيفون. اي بابا هي آسف بس دخل عليهم إعرابي، ما كنا نحكي الثاني. طبعا كل مايك تجي بيه قطعة هذا الكليب، بالإضافة للسهولة يجي هذا المغناطيس القوي لحتى تشكلها مباشر. فهسه راح نربط واحد من المايكات على التليفون. طبعا الصوت اللي تسمعوه حاليا هو من التليفون، فراح اربط هسه المدخل مال Type-C. نشوف. قبل لا اربط، طبعا الاعدادات كليتها من هذه الشاشة، اذا تشوفون هذه مال الصوت مال كل مايك يصعد وينزل لحتى تعرف. حسب اللي قريته انه الافضل شي تسوي جودة الصوت انه تخليه 32، هذه 32 بت من الاعدادات. وبالنسبة للمايكات، أنا سابقا من جربته كنت مسوي ستيريو، فصار الصوت لما تخلي هيدفون لو من اليمين لو من اليسار حسب المايك اللي مستخدمه، فغيرته سويته مونو، لأن أنا بالعادة استخدم مايك واحد. وهسه راح نجربه. بسم الله. نرجع هذا حتى يفصل، بس كأنك مايك واحد. الو الو الو. نربط هذه. تسمعوني زين هسه؟ الصوت واضح؟ الو، مرحبا شباب. بما انه دا نجرب DJI مايك حاليا، طبعا هذه القطعة تتخلى بالريسيفر في حال انه ردت ترجعه بدون اللايتنينج وبدون الType-C. حسب اللي قريته انه هذا حاليا افضل مايك متواجد، وبالعادة يعني
منتجات الدي جي اي اني مجرب الجمبل، هو مال التثبيت مال التليفون حاليا، اللي مثبت بيه التليفون، واللي استخدمته بالتصوير مال سفرة ماليزيا. راقية جدا هاي المنتجات. يعني انصح بيه. ان شاء الله ننزل فيديو جديد بعد ما نجربه شهر او اكثر. ان شاء الله ننزل فيديو عن المشاكل مالته اذا بيه مشاكل، وعن الايجابيات. بالنسبة للسعر، اني قبل لا اسافر مشيكت اغلب الشركات اللي هنا متواجدة، لان تعرفون انه ما عندنا احنا وكالة مال دي جي اي. ف يعني اسعار هواية مثلا متفاوتة بين 420 ألف دينار لغاية حتى لقيتها ب490 ألف دينار. فشفت بي سعر مبالغ جدا، فأخذته من هناك أني من الوكالة ماليزيا، صار علي ب370 ألف دينار. يعني ممكن واحد يشتريه إذا هو كان مسافر، بس إذا مضطر فيقدر أنه يشوف واحدة من هذه الشركات إذا يناسب السعر. يلا طولت عليكم، ما كنت أتمنى يطول الفيديو. شوفكم في فيديوهات أخرى إن شاء الله. في أمان الله.